ايوه يا افريقيا، هلي علينا بالبطولات يا افريقيا. ايه الاهلي الحلو ده، وايه يا اوجستي اللي انت بتعمله ده؟ طب بالله عليك وشفت اللي اوجستي بيعمله؟ مليون مبروك علينا افريقيا للمره الثانيه والاولى لما سموها البال. مبروك علينا التاهل لكاس العالم للانديه في سنغافوره. مبروك يا اوجستي انك بقالك موسمين مع النادي الاهلي ب8 بطولات يا اوجستي. الله اكبر، احنا مش بنحسد يا اوجستي. مبروك للماسترز الاهلاويه، مبروك للاعيبه النادي الاهلي، مبروك كمان لعمرو زهران والتومسون واحمد اسماعيل وعمر طارق والجندي، ومبروك لايهاب امين، ومبروك كمان لسيف سمير، ومبروك لعزب، ومبروك لابو النصر، ومبروك لمهيب، والف مبروك لسرحان والمؤمن خيري، والف مبروك لعبد الناصر، وكمان عمرنا ما ننسى الجرح والجمال، وطبعا المحترفين دارمان ونوني اوموت وكوري وتومسون. الف مليون مبروك. واكيد طبعا عمرنا ما نقدر ننسى ان الف مبروك لنوني اوموت عشان هو خد احسن لاعب في البطوله كلها. مليون مبروك يا ماسترز يا اهلاويه. الف مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، ومبروك عليكم وعلينا 17 بطوله زي ما سمعتوا كده، 17 بطوله في موسم استثنائي جدا لالعاب الصالات. مبروك علينا سله ويد في كاس العالم، وعقبال يا رب النادي الاهلي في كره القدم ان شاء الله. ومبروك لإدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ خالد عوضي، وكمان مبروك للجهاز الفني لكرة السلة بقيادة المدرب أوجستي. مليون مبروك للنادي الأهلي، مليون مبروك لبعبع افريقيا، مليون مبروك لملك العرب النادي الاهلي. الف مليون مبروك عليك بطولة البال يا اهلي. مشوار الاهلي في البال ما كانش سهل خالص. النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه في البطوله كلها ما عدا مباراه واحده بس. اول مباراه الاهلي لعبها كانت مع فيرو فيارو الموزمبيقي وفاز فيها الاهلي 92-74، والتانيه كانت مع سيتي اونرز 74-72. يعني ما شاء الله على النادي الاهلي. والمباراه الثالثه كانت مع كيب تاون الجنوب افريقي وفاز فيها الاهلي 91-75. والمباراه الوحيده اللي خسر فيها الاهلي هي المباراه الرابعه، وكانت امام بترود رواندا الانجولي وفاز فيها الانجولي 91-90، يعني فرق هدف واحد بس. نرجع بقى تاني للمباراة الخامسة اللي الاهلي كسبها قدام سلاك الغيني 70-80، وصعد بعدها النادي الاهلي للنهائي بعد الفوز على استاد مالي 78-73. والنهارده بيفوز الاهلي على دوان السنغالي 80-65، وبياخد لقب افريقيا والبال للمره الثانيه، وكمان بيصعد لكاس العالم. هم دول ملوك الصالات، هم دول النادي الاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، وعقبال كره القدم ان شاء الله.